السلام عليكم. أنا محمد دومير، وأضع بين أيديكم اليوم بعض الحقائق والوثائق التاريخية التي تؤكد الحقيقة الغائبة عن أذهان البعض رغم وضوحها. فالأرض الصحراوية لم تكن يوما مغربية، والشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا. ودعونا نرجع إلى العام 1956. لم يوقع وزير الخارجية المغربي أحمد بن الفراج نيابة على الملك محمد الخامس آنذاك معاهدة 28 ماي التي تعترف بحدود المغرب دون أي اعتراض أو تحفظ. أين الدبلوماسية المغربية فيما يخص الالتزام بالعهود؟ ونوسع دائرة التحقيق التاريخي ونطرح السؤال نفسه، نطرح هذه المرة على هيئة الأمم المتحدة وعلى كل الدول الحاضرة. هل بلغكم أي اعتراض مغربي أو تحفظ عن حدوده أو مطالبة بالصحراء حين نال استقلاله وانخرط في المجتمع الدولي في 56، أم أنها فكرة بانت له بين عشية وضحاها؟ السيدات والسادة، الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح. فمعاهدات ورسائل سلاطين مراكش، وهي متاحة لكم جميعا، تحمل بصريح العبارة أن البلاد الواقعة جنوب وادي نون مستقلة تماما عن المغرب. وقد تكرر هذا الخطاب ليس لسنوات بل لقرون. معك دقيقة و35 ثانية. أعطي الكلمة إلى المغرب لإثارة نقطة نظام. مادام تشير، خطابا على الأقاويل والأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي يتقدم بها الناطق باسم شعب وهمي الذي يتكلم عن أكاذيب بكل معنى الكلمة، أكاذيب تاريخية وأكاذيب تراثية وأكاذيب اجتماعية. ولكي لا نغلط هذه اللجنة ولا نسمع له يتحدث وينقل مغالطات، نطلب من حضرتكم السيدة الرئيسة أن يلتزم التزام تام بالتكلم عن موضوع هذه الحصة. نحن لسنا هنا لمضيعة وقت الدول والحضور الكريم، السماع لتفاهات وأقاويل وأكاذيب لا صلة لها بالواقع. السيدة الرئيسة، إذا أراد السيد الذي يأخذ الكلمة الآن أن يتمم كلامه فليلتزم بموضوع الحصة، وإلا فسوف يكون كلام ثاني. شكرا. أشكر ممثلة المغرب. أخذت علما بنقطتك، وفي الوقت عينه أذكر بأن نقطة النظام لا تتعلق إلا بالإجراءات ولا تتناول المضمون والموضوع. في وقت عينه أطلب من مقدمي الإحاطات التركيز على موضوع الصحراء الغربية وأن تكون لغتهم قائمة على الاحترام. طلب آخر للكلام لإثارة نقطة نظام من الجزائر. لكم الكلمة. شكرا السيدة الرئيسة، سأتوخى الإيجاز. أريد أن أثير نقطة إجرائية، وقد ذكرتنا. فبحسب النظام الداخلي نقطة نظام هي نقطة تتناول مسائل إجرائية ولا تتناول الجوهر والمضمون، وهذا ما يقودني إلى النقطة الثانية والأخيرة. منذ بداية هذه الدورة سمعنا ممثلا لأحد الوفود، ممثلة تتدخل أكثر من مرة وأعتقد أنها تجاوزت إلى حد كبير الوقت المخصص لمقدمي الالتماسات الذين سمعناهم مجتمعين. لذلك إن كانت تريد أن تتناول الكلام بدلا عن مقدمي الالتماسات، فربما يمكننا أن نفتح المجال لها كمقدمة التماسات. أشكر المندوبين على كلماتهم. أذكركم بأن النقاط في النظام تعنى بالإجراءات ولا تتناول موضوع بيانات والمندوبين الآخرين. نقطة نظام مجددا من المغرب، لك الكلمة. وأذكركم بأن هذه النقطة يجب أن تتناول الإجراءات، إذن تتناول الإجراءات لا المضمون. لك الكلمة.
شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. وأيضا طلبت الكلمة مجددا لكي أرد على ما سمعناه من الجزائر. فمندوب الجزائر تناول الكلمة، ولا أدري لماذا الجزائر هو الوفد الوحيد الذي تناول الكلمة وطلب الكلمة لإثارة مسألة خاصة نقطة تتعلق بالإجراءات ولا تتناول المضمون. وخير دليل على ذلك أن كل البيانات التي ألقيت هي مليئة بالأكاذيب والمزاعم المغلوطة، ولم نطلب الكلمة للتعليق عليها، ولكني طلبت الكلمة. طلب وفد بلادي الكلمة لإثارة مسألة إجرائية. هذا أولا. ثانيا، نحن وباحترام أيضا ندعو كافة الوفود إلى أن تحترم بعضها البعض. فأنا أتناول الكلمة لإثارة مسألة إجرائية ولا أريد أن يتم التعليق سلبا على حقي في تناول الكلمة. هذا ثانيا. ثالثا، السيدة الرئيسة، بكل احترام أيضا أود أن أشدد على رئاستك لهذه اللجنة، ونحن نثمن هذه الرئاسة عاليا وليست الرئاسة بمسحة. لذلك لا أقبل أبدا ما سمعناه من الجزائر عندما قال بأنه يمكنني أن أتشارك في رئاسة هذه الجلسة معك، وهذا تجاوز آخر للحدود. ومجددا أطالب بالامتناع عن الإدلاء بتعليقات من هذا النوع. شكرا. أكرر مجددا كرئيسة، لقد فهمت ما قلته. بقيت أمامنا 10 دقائق، لذلك أعطي الكلمة إلى مقدم الالتماس لكي ينتهي من بيانه، وذلك مع احترام القواعد. وأمامك 1:35 ثانية، وأتمنى الانتهاء من هذا البيان من دون ردود فعل استفزازية. تابع رجاء. الحمد لله أننا في منبر حر، وإلا لقد لكممت الأفواه كليا. أعود لأتحدث عن الوثائق التاريخية التي كانت تحمل بصريح العبارة، أقصد المعاهدات الدولية ما بين المملكة المغربية والدول الأوروبية في القرن التاسع عشر والعشرين، التي تحمل أن المنطقة الواقعة جنوب وادي نون كلها مستقلة تماما على المغرب. وتكرر هذا الخطاب ليس لسنوات في المعاهدات بل لقرون، من 1767 وسلاطين مراكش يكتبون في معاهداتهم أن المنطقة هذيك حرة كليا ولا تخضع لهم. وعلى سبيل المثال اتفاقيات مع أمريكا مثل معاهدتي 1787 و 1836 مذكور فيها أن منطقة الصحراء لا تتبع لهم. ومعاهدات أخرى مع فرنسا مثل 1763 و 1886 مذكور فيها أيضا أن منطقة الصحراء لا تتبع لهم، فضلا على الوثائق المتعلقة بالأرشيف المغربي البريطاني ولا الإيطالي ولا الإسباني بالأخص، وبلدان كثيرة كلها تذكر فيها تلك المعاهدات أن تلك المنطقة لا تخضع. بالإضافة إلى الجانب الآخر، المعاهدات التي وقعها الصحراويين مع الطرف الإسباني وقعوها بشكل مستقل، على غرار المعاهدات مع ولاد سباع والرقيبات وبني زروق وولاد دليم وولاد بوصبع وولاد سيدي محمد وولاد العروسي، وتقريبا كل القبائل الصحراوية لدينا في الأرشيف معاهدات مستقلة وقعتها مع الجانب الإسباني أثناء فترة التواجد الإسباني. أليست معاهداتهم تلك حق تضمن لهم حق من حقوق تقرير مصيرهم اليوم؟ سيد الرئيس، في الوقت الذي I thank Mr. Doumer.